ألف 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 مبروك. حكموا إعدام. إعدام لمن؟ لأسرة الطفلة جنات، إعدموهم بالمرة مذاحي. قصدكم إنه إعدام لهذا نجاد؟ لا والله إنهم عدموا أسرة جنات فوق ما هم معدومين. اليوم سبت وإحنا منتظرين حكم الإعدام يطلع. حكموا 15 سنة، حكموا 15 سنة و5 مليون تعويض. تعويض ايش يا حبيبي؟ ما سطمنيش ولا رماني طلقة في رجلي. هو اغتصب بنت عمرها 9 سنين. تعويض في ايش؟ هل انت راضي الذي حكمت انهم يعوضوك اذا اغتصبوا بنتك؟ هل اي واحد من الشعب اليمني راضي؟ مش هو راضي، والله ما هو راضي، ولا هو راضي لا انا ولا غيري. ما لو كانوا انا لا كنت ادمر الاسره كامل. سلامات. هذا حكموا المحكمة الأولى وعاد ويستأنف لا ما يخرج الحكم لا سنة. حكموا هكذا لأن أبو جنات مسكين، لأنه مسكين. لو هو أصحاب ردع نزلوا فصلوا قضيتهم في يوم. إعدام. والله العظيم ما عندهم حجة أصحاب ردع، حرام وطلاق إنهم روس. أصحاب ردع كم من عاصر نيبه، ما تسطوش عليهم، ما تسطوش، تخافوا من أصحاب ردع. لكن أبو جنات حنو مسكين حكمتوا له 5 مليون تعويض. ما نشتش تعويض، احنا مطلب اعدام. مطلبنا اعدام في الاول والاخير. هذا في الاول والاخير اعدام. طبقوا شرع الله. ما دام هكذا المغتصبين يكثروا، والله ما عاد يخلوا لنا جاهل. لا ينكحوا الجهل في كل شارع، ينكحوا الجهل نكح النكح. في رسالتي الى حكومتنا، اذا كان هذا الحكم مزح فاحنا متقبلين انه مزح، بدهم يمزحوا معانا تمام. اما اذا كان الحكم هذا من صدق بغير جناح، الشعب اليمني مش ساكت، لا انا ولا غيري. ما يسكت الا راضي، انسان ديوث وما يرضى بالاغتصابات الا انسان هين اخس من الصنطل. هذا شرف وعار وما حد ساكت من الشعب اليمني، ما حد ساكت وكلنا جنات. واتمنى من القاضي انه يطلع يقول هذا مزح. يا من عايا قاضي الله يرحم والديك. الشعب اليمني 50 مليون واحد تمام. وهذا بنت الشعب اليمني كله. والله لو هو صاحب ردع نزلوا حكموا اعدام في يوم واحد. نزلوا بالبنادق ما سطاكم على اصحاب ردع. ابو جنات مسكين يرحم الله 5 مليون. ماشي الزلط. طبقوا شرع الله. انتم المجابر هذا استحوا على انفسكم، عاد عليكم. ما عاد احنا ليش النزاح الذي اذا حصلت مشكله ولا شيء يصير يبز ثاره من غريمه؟ ليش؟ لان ما بش عدل وقانون عند ناس عن الناس الا من رحم ربي. جاي يحكم لي 5 سنين 15 سنه و5 مليون. يا ابن الناس ما نمشي الصلاه. طبق شرع الله. تخيل وهي بنتك، لو هي بنتك ولا بنت واحد شابع، والله لا تحكموا اعدام في ثاني يوم. بس هذا حلو مسكين، والمسكين والله نحن المساكين كلنا الشعب اليمني معه، ولا ناخذ بحقه وبنطالب بالاعدام لاخر يوم في حياتنا. اتمنى من حكومتنا واتمنى من القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يشوف هذا القضيه. قضيه الشعب اليمني كله. اذا انتم ساكتين وراضين بهذا الاحكام، فطبعا والله اني حتحصل جرائم كثير ويحصل اغتصابات ونكح النكح. كل واحد يركن 15 سنه قال 10 سنين ويخرج، اهم شيء يفتهن. كلنا جنات السياقين نطالب بالاعدام وتعبنا، واحنا نقول نطالب تعبنا، والله نحن تعبنا. وهذا كلامي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.